مصر حبلى بمفاجآت كتيرة جدا في خلال الشهرين اللي جايين. زميلتنا سارة عبد الوهاب تابعت مؤتمر رئيس اللجنة العليا للانتخابات وكانت هناك نشوف. شعبها شر الفتن. أعلنت اليوم اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية المصرية قائمة الأسماء النهائية لمرشحي الرئاسة، والتي ضمت 13 مرشح بعد موافقة اللجنة على عودة الفريق أحمد شفيق لسباق الرئاسة من جديد. قررت اللجنة وقف تنفيذ قرار استبعاده وإدراجه في القائمة النهائية للمرشحين مع إحالة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية ذلك القانون سالف الذكر مع استمرار إجراءات الانتخاب. وعلى الجانب الآخر عرضت أيضا اللجنة العليا للانتخابات المستندات والأدلة التي تثبت حصول والدة المرشح الرئاسي المستبعد حازم صلاح أبو إسماعيل على الجنسية الأمريكية عن طريق فيديو يعرض عدة مستندات، منها صورة طلب جواز السفر الذي قدمته والدة أبو إسماعيل الخارجية الأمريكية للحصول على الجنسية الأمريكية، وخطاب من القنصلية المصرية في لوس أنجلوس تؤكد أن اسم والدة أبو إسماعيل في كشوف الناخبين في المقاطعة. كما أكدت اللجنة أن وزارة الخارجية الأمريكية أرسلت ما يثبت حصول والدة حازم صلاح أبو إسماعيل السيدة نوال عبد العزيز نور على الجنسية الأمريكية في 25 أكتوبر سنة 2006. السيدة والدة السيد محمد حازم صلاح إسماعيل قيدت استمارة طلب القيد في سجلات الناخبين الأمريكان. حرصت اللجنة خلال مؤتمرها اليوم على إظهار قوتها وعدم تسامحها مع أي تجاوزات تمسها من مرشح أو أنصاره. وتؤكد اللجنة أنها ليست على خلاف أو خصومة مع أحد من المستبعدين، وأنها ترفض أساليب التهديد والتشكيك، لا تخشى أحدا إلا الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك فإن اللجنة آثرت عدم الرد على تلك الاتهامات وأسلوب التشكيك التي لم يقصد منها سوى إثارة البلبلة بين المواطنين وتشويه الحقيقة، وأن اللجنة ستتخذ الإجراءات القانونية حيال تلك التجاوزات التي تشكل جرائم يعاقب عليها القانون. سارة عبد الوهاب، حدوتة مصرية، قناة المحور.